السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأفاضل الكرام، ما زلنا في الأبحاث التي بين الحين والآخر نطرح شيئا منها، فقد لا يمكن للمتحدث أن يطرح كل ما كتب، أو لعله احتاج أن يكتب أكثر مما يتحدث. والكتابة لها مساحة أو عمق أكثر في التعبير، وقد أجد نفسي بين صفحات الكتب. لكن أحد الأخوة، وبالحقيقة أخي فاضل الله يحفظه، قال: نحن نسمع أكثر ما نقرأ. حقيقة أنا استفدت من المحاضرات ولم أستفد من الكتاب، أو لعله يقرأ فقط المقالات. ليس على أنه هو قارئ جيد، لكن العمل والدراسة صعب على كثير. فأنا في هذه المقاطع أحاول أن أبين أو أضع إشارات، والذي يحتاج إلى المصادر يذهب إليها وتكتمل لديه الفكرة. علق أحدهم على موضوع، قال أن سوريا عادت أموية وبغداد إن شاء الله ستعود عباسية. وهذا الكلام دليل على أن هذا الكاتب أو أن هذا الشخص هو أموي الهوى من سوريا، يقول تعود بغداد عباسية. إذا عادت بغداد عباسية يجب القضاء على الدولة الأموية، لأن الدولة العباسية هي من التي قضت على الدولة الأموية. والوضع نفسه لا تذهب بعيدا، إذا كان تقصد الدولة العباسية أيضا بغداد دولة عباسية. الذين يشتركون في الحكم ليسوا شيعة، لا، هم مجموعة، ومنهم السنة، قرات شيعة، مذهبهم شيعة، وقد يختلفون أيضا هم هؤلاء الشيعة في مذاهب عدة، أو حتى في مواقف مختلفة، أو بعيدين حتى عن القيادة الدينية أو ضد القيادة الدينية بصريح العبارة. أقصد ضد القيادة الدينية فكريا وحتى عقائديا. إذن هي دولة بني العباس كانوا مع آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأول ما خرجوا باسم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وعند وصولهم إلى الحكم انقلبوا عليه. وأكثر ما قتل آل البيت هم بني العباس، هم في الحقيقة كما بينا هم شيعة على أي مذهب: إسماعيلي، فاطمي، سبئي، كيساني. إذا كان هناك مذهب اسمه مذهب السبئية، لكن هم على الأغلب والأكثر حسب الروايات هم كيسانية، في دعواهم أنهم جاءت لهم وصية من حفيد محمد بن الحنفية، لأنهم يعتقدون أن محمد بن الحنفية هو الإمام، دخل في جبل وغاب وسيظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا. هم أيضا مؤمنين بفكرة الإمام المهدي، حتى الأسماء التي كما بينا الأسماء التي لديهم هي أسماء مأخوذة من منهج الإمامة، منهج آل البيت، فكرة الشيعة التي هي مأخوذة من رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا متفقين هم على إمامة أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه. نحن عندما نتحدث بهذه الطريقة ونتحدث عن التاريخ لسنا سجناء التاريخ، حتى لا يتهمنا أحد يدعي الثقافة، يدعي الفكر، يدعي أنه بعيد عن الطائفية وهكذا. لا، نحن نتحاكى أو نتحدث حسب التاريخ. التاريخ الآن هو الذي يقود العالم، أقصد العالم الإسلامي يقوده التاريخ،
وهذا القتل وهذه الدماء تأتي باسم التاريخ، لأن التاريخ أعطى فتوى وأعطى صلاحية للحاكم أن يفعل ما يشاء. وكل ما جاءنا من هذا التاريخ وما زال يحاول أن يعود بنفس الأسلوب ونفس الطريقة، بنفس الأدوات ونفس الأسلوب، يريدون أن يعود لنا التاريخ الذي لاقى ما لاقى الناس منه ألما ودماء وقتل. هو عندما تسمع شخص ينادي آل أمية أصلهم ذهب، والتاريخ الشيعي والسني يعرف من هم آل أمية. آل أمية بالتفصيل موجود في كتب التاريخ. لا تقل أنت شيعي وتتحدث. أنا قلت في بداية المحاضرات السابقة نحن نتحدث بالتجرد، لسنا لنا علاقة أن نتحدث عن شخصيات غامضة. مثلا بعض الأخوة يتحدث عن زوجات النبي، هذا خطأ. عن أصحاب النبي بالمطلق هذا خطأ. لماذا أقول خطأ؟ زوجات النبي، الكلام على زوجة النبي لا تعني لنا شيء نحن الشيعة. لا تعني لنا مثلا، أقصد لا تعني لنا شيء ديني نأخذ منها من دين، لا نأخذ من آل البيت. الآخرين يأخذون دينهم، هم أحرار، لكن نحن نقول إن السيدة فلانة يعني خرجت من بيتها لمحاربة أمير المؤمنين، هذا جدا طبيعي، هذا ثابت موجود. يبررون يقولون كذا وكذا، هذا موضوع آخر. لكن نحن روايات يطرحها البخاري، روايات يطرحها مسلم، تنال من عرض النبي، تنال من شرف المرأة، مرأة فلانية ومرأة فلانية، هذا غير جائز. هذا ليس من الذوق أولا، وليس من الأخلاق ثانيا، وليس من الإنصاف ثالثا، وليس من الكلام الذي يجب أن يقال على عرض النبي، لأن هذا صناعة جاء من فلان وفلان. هؤلاء أنت إذا كنت مؤمن فيه أو تأخذ منهم أنت سن، لأن نحن لا نحترف ولا نقر بما يقوله البخاري ومسلم، لأنهم يفترون، لأنهم هم سبب هذا الكلام، لأنه هذا المصدر، مصدر هذه الأفكار ومصدر هذه الأقوال هو مصدر أموي. هو يأخذنا لأن ننال من النبي. هم ضد آل النبي. لا عبد بالملك هاشم، لا خبر جاء ولا وحي نزل. هو ضد كل ما ينتمي لبني هاشم، وحتى ولو كانت المرأة منهم يتكلمون عليها لأجل النيل، لأن المرأة لا تعني شيئا بالنسبة للنبي، لأنها واحدة من 8. النبي هو المستهدف، هو الذي ينال منه بطريقة أخرى. هذه صناعات أموية، صناعات قل من أي جهة كانت، هي للنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يحاور أو الذي يريد يناقش لا بد عليه أن يكون صاحب أخلاق، لا ينال ولا يأخذ التاريخ على النيل من أعراض الناس مهما كان. دعوا لغة هذه التسقيط بالعرض بالكذا، لأن هذه ليست لغة يعني تناسب يعني الذي يتبع آل البيت أو الذي يتبع الحق. والجهة الأخرى مع الأسف تجد مجموعة كبيرة كلهم قبل اسمه حرف دال، دكتور فلان، دكتور فلان، دكتور فلان، دكتور فلان، وكلهم محاضرين ولديه قناة ولديه مجموعة لعدة ساعات، ممكن 10 ساعات يبث، ولديه مجموعات ينزل ويصعد في البث مالته ويتحدث عن الشيعة بما يريد. أنا قلت هل من المعقول أن هؤلاء فعلا وصلوا لهذه الشهادة دكتور؟ يعني ليس طبيبا، وإنما وصل شهادة ماجستير وبعدها دكتوراه، ولا هذا لديه شوط من، ورجل دين لديه شوط كبير في الأكاديمية وفي العلوم الدينية. ومرة واحدة صعدت مع أحدهم تحدثت معه حول موضوع، قلت له
هذه فروض في بعض الامور الفقهيه التي تحدث بها، يعني ينسب للشيعه انهم يفعلون هكذا، يعني يقرا رساله مرجع او شيء ما كتبه نقاش علمي حوزوي، او يعني بفروض، يضعون فرض ويجيبون عليه كفرض الامير. وسالت قلت له مثل فرض امير المؤمنين لما جاءه يهودي فقال له ان يعني كلبا نزع على شاة وصار لديها ولد، واخذ يتحدث الى هذه فرض، هي في الواقع لا يوجد شيء اسمه يعني كلب ياتي الى شاة، هذا في واقعا ما موجود، لكن هذا اليهودي فرض هذا الفرض ليختبر معلومات امير المؤمنين، ليعلم هل هذا الشخص هو اعلم المسلمين. وكان للامام علي صلوات الله وسلامه عليه موقف عظيم في بيان علمي محمد وآل محمد، وكذلك الإمام الجواد في نقاشه مع هذا الطير الذي محرم صاد طير. هذه هي فروض لا واقع لها. أنا أتحدث مع هذا الدكتور والذي يقول أن التشيع إلى زوال، وتشيع لدينا كذا، عاد تسنن أو يعني ترك الدين الشيعة وجاء إلى السنة، هكذا رقم. فقلت هذا لابد أن يكون عالما. قلت له هذه فروض. قال الفروض هي فروض الله فرض علينا التوحيد، فرض علينا النبوة، فرض علينا كذا. تعجبت أنا أتحدث في جانب وهو يتحدث في جانب. هو لا يفهم معنى فرض الفروض، وفرض الفروض أيضا موجود عند السنة أكثر من الشيعة، لكن هذا الرجل مجرد مجموعة أشياء يعني متداولة يوميا من زمن عرعور في قناة الصفا إلى يومنا الحاضر هي نفس العبارات، وقبلها كانت في مؤتمر بغداد، في المراجعات، في يعني ليالي بيشاور. هذه المواضيع موجودة وناقشينها وأشبعت نقاشا. وأنا في وقتها كتبت كتاب يعني قبل يعني سقوط النظام، اسمه كتاب أنا وأنت والوهابي، وحتى في كتاب أنا وأنت وعرعور، وتحدث علي عرعور في وقتها في قناة وصال، يعني تحدث علي عن هذا الكتاب، وبعد نفس الطريقة ونفس الأسلوب. لكن النتيجة أنا أريد أبين إن هذا الرجل دكتور يعني عجيب. أنا يعني غير مطمئن تماما إن هؤلاء لديهم تحصيل بهذا المستوى، يعني درجة علمية أو شهادة مثل شهادة الدكتوراه، مستحيل جدا. إذن هو في البداية هذا كذب أنه غير دكتور وجاهل ويردد أشياء لا يفهمها، حتى يعني طريقتهم هروب وكذا، هذه يعني كلمات لا ترتقي إلى العلم. فقلت له من أشكل المشكلات توضيح الواضحات. أنا أتحدث وعذرا أني أنا أحتضر لنفسي أني يعني تناقشت في هذا المستوى من يعني لم أستطع أن أقول له المستوى المتدني من الذوق أو النقاش، لكن قلت له يعني لا يمكن أن أوصل لك الفكرة، لعل الخلل عندي، أحتذر وشكرا لكم. ويعني نزلت إلى والمهم بعد ذلك حدثوا عني ما تحدثوا. هذا الشيخ كذا، نعم هو محترم، ولكن هذا هو دين الشيعة. وهذا الشاهد من هذا الكلام، نحن لسنا أسرى إلى التاريخ، لكن نتعلم من التاريخ، نأخذ من التاريخ. لكن آل البيت ليسوا تاريخ، آل البيت عقيدة. نحن نتعبد بآل البيت، نتعبد بآراء آل البيت. نحن عندما نذهب إلى مرقد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نتعبد، نحن لا نعبد الإمام الحسين. والشخص الذي يتكلم في قبال الشيعة لابد أن يسأل الشيعي هل تعبد الحسين؟ إذا قال لك لا فإذا هو صادق، مثلما تقول لي أن في كتابي كذا وتنفي هذا الكتاب أنا أصدقك. هي ليست مسألة يعني مغالبة، مسألة صراع، مسألة جهل، هي مسألة دين. أنا لا أعبد الحسين، لا أعبد علي، أعبد الله الواحد الأحد الذي لا تدرك الأبصار وليس كمثله شيء. وأمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه قبله يعبدون هذا الرب. نحن عبيد، لكن عرفنا الله، عرفنا تعاليم الله، عرفنا منهج
الذي نسير عليه من خلال رسول الله وآل بيته صلوات الله وسلامه عليه. الحديث هنا لا بد أن نبين للناس نحن هذا التاريخ. آل أمية الذي أسقط حكمهم هم بني العباس، والحرب منذ البداية كانت حتى في قبل بعد شهادة رسول الله كانت على كل بني هاشم. إذا لم تكن بصورة واضحة على بني هاشم، التاريخ لم يكتب ماذا حدث لبني هاشم. نعم، بعد استلام أبو بكر الحكم بني هاشم جميعا ابتعدوا عن خط يعني المكانات المتقدمة في الدولة. هي دولة رسول الله، كان رسول الله معه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبني هاشم وكل المسلمين وكل الصحابة. نحن لا نقول لا، لكن هو رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ابلغ عشيرته دعاهم جميعا. آل أمية لم يدعوا لأنهم ليسوا من العشيرة، ليسوا من أهل رسول الله، وهذا ثابت من الذي حضر عند دعوة رسول الله. لكن بعد استشهاد رسول الله حتى أمير المؤمنين بعد استشهاد رسول الله فقط أمير المؤمنين بعد زمن استشاروه ولم يقبل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله، فقال له الإمام بأنه واجبه الشرعي أن يقوم بهذا من أجل الإسلام. واستمر الحال